من الحالات طبعا اللي بنشوفها خطيرة جدا هي انسداد الصمام الصناعي المعدني. ده طبعا اللي بيحصل في مرضى كتير بنبقى عاملين لهم عمليات قلب مفتوح، بنبقى مغير لهم صمام او اكتر بصمام معدني. طبعا احنا بننبه على المريض ان هو بيمشي على ادويه سيوله زي الماريفان، وبيحتاج متابعه دوريه على الاقل بتحليل سيوله اللي هو الاي ان ار مره كل شهر على الاقل، وبيتابع مع الدكتور، لازم يبقى ان كونتاكت معاه طول الوقت. الفكره بقى ان المريض لما بيكون كويس ومع الوقت للاسف بيكسل او ان هو مش بينتظم على الادويه او مش بينتظم التحاليل الدوريه الشهريه والمتابعه الشهريه، وبالتالي بيجي لنا بعد فتره للاسف شفت كذا حاله ان بيحصل جلطه على الصمام الصناعي، تبقى قافله الصمام، بيجي لنا في حاله متاخره جدا ويعني نلحقه او ما نلحقهوش. حالات كتير الحمد لله لحقناها وبنضطر ان احنا ندخل بيها على طول، بندخل بيها عمليات بمجرد انه يوصل المستشفى بيتحضر الدم وبندخل بيها عمليات بسرعه، وبتبقى طبعا الحاله في غايه الخطوره. في حالات كتير لحقناها الحمد لله وعدت على خير، وفي حالات للاسف ما بتوصلش المستشفى او حتى ممكن بيوصل المستشفى ما بنلحقش ندخل بيها عمليات. علشان كده طبعا نصيحتي لمرضى الصمامات الصناعيه ان هو لازم دواء الماريفان بيمشي عليه بانتظام وبيتبع تعليمات الدكتور. في بعض الاكلات بننبه عليها بتاثر على السيوله، والحاجه الثانيه انه لازم يعمل تحليل السيوله كل شهر ويتابع مع الدكتور اللي عمل له العمليه.